لو انت مهندس كهرباء او طالب او فني وعايز تدخل مجال اللو فولت سويتش جير بجد، مش تكون حافظ اسماء البانلز كده وخلاص، بمعنى انك عايز تفهم البانل من اول الفكره لحد التسعير والتصنيع والتنفيذ. الدبلومه دي معموله عشانك. انتجريتد لو فولت سويتش جير دبلومه، اكتر من 100 ساعه تدريبيه. هدفها الاساسي انها تنقلك لسوق العمل ومجال البانل بيلدينج. في الدبلومه دي هتتعلم الباور ديستريبيوشن سيستم من اول الجنريشن لحد اللودز. بعد كده هتعرف المكونات اللي موجودة في الديستريبيوشن سيستم، هتفهم المكونات الموجودة في الديستريبيوشن سيستم من أول الجنريشن لحد اللودز، وهتفهم كمان القواطع، وهتفهم كمان المكونات أو الكومبوننت اللي احنا بنستخدمها في الكنترول، بمعنى اللي انت هتعرف الديستريبيوشن سيستم وهتعرف كمان معاه مكونات كلاسيك كنترول، وازاي تقدر تعمل سيلكشن للكومبوننت دي وتوظفها بشكل مناسب عشان تحقق الغرض اللي انت محتاجه. بعدها هندخل على مرحله البرودكشن بحيث تفهم تصنيع وتجميع اللوحات بيتم ازاي، من اول الشيت ميتال بانشنج والبندنج والسبار كاتنج، وايه الفرق اصلا بين المانيفاكتشرنج فاكتوريز والاسمبلي فاكتور، وازاي اللوحه بتطلع من المصنع بشكل احترافي متناسب مع الاي اي سي وكذلك مواصفات شركه الكهرباء. بعد كده هندخل على الديزاين اللي هنتعلم فيه الشوب دروينج بتاع البانل والوايرنج بتاعها، وازاي المكونات بتترص جوه اللوحه بشكل مناسب، وازاي اقدر احدد السايزنج بتاع البانل واعمل الشورت سيركت والسلكتيفيتي والهيت ديسيبيشن وجميع الدراسات اللي بتتم على اللوحه. كل ده باستخدام تولز وادوات وبرامج زي الكاد، الاي بلان، السيماريس الخاص بسيمنز، والاي ديزاين الخاص بي والايكوديل الخاص بشنايدر. كل السوفت ويرز دي هنوفر ليها فيديوهات عمليه بتشرحها بالتفصيل. وبعد كده هنخش على جزء مهم جدا وهو التندرنج، بحيث تعرف ازاي تقرا السبيكس كويس وتقرا السنجل لاين الخاص باللوحه، وازاي تقدر تصعد بشكل احترافي وتقدر تعمل الكوميرشال اوفر والتكنيكال اوفر، بحيث ان انت تقدر تحسب تكلفه اللوحه من شيت ميتال، من باسبار، من كومبوننت موجوده في اللوحه وتقفلها بشكل احترافي. وفي اخر الدبلومه هنطبق على بروجكت متكامل فيه اكتر من 55 لوحه، يبقى انت تعرضت لجميع اللوح الموجوده في السوق من اول الام في بي لغايه اللوحه النهائيه اللي هي الفاينل ديستريبيوشن بانل، مرورا بالاي تي اس، بالام سي سي هات، بالباور فاكتور بانل وغيرها من اللوحات. وهتبقى اتعاملت مع اغلب البراندات الموجوده في السوق زي سيمنز وشنايدر واي وعرفت ازاي تقدر تسلكشن البرودكت بتاعتهم وتقفل اللوحه بتاعتك بشكل احترافي. الدبلومه هتبقى مناسبه لاي حد عايز يشتغل تندرنج انجينير، ديزاين انجينير، كواليتي انجينير، برودكشن انجينير. غير كده الدبلومه هتديك باك جراوند كويسه جدا في مجال الكلاسيك كنترول، وهتاهلك برضو كمان لمجال المقاولات، بحيث انت هتبقى فهمت الديستريبيوشن كومبوننت وعرفت القواطع وعرفت الكونتاكتورز وعرفت الريلي وعرفت جميع المكونات اللي هتبقى موجوده، وعرفت كمان الانفرا الموجوده في شكل الكهرباء من اول الجنريشن لغايه اللودز، مرورا بالبيلرز والكوفريه وغيرها من المكونات الموجوده في النتورك بتاع شركه الكهرباء. الدبلومه هتبقى ريكوردد معاك بشكل كامل لايف تايم، وهيبقى فيه لايف سيشن. هنوفر لك تكنيكال بوك في اكتر من 500 شوب دروينج معمول، حوالي 2000 صفحه خاصه بجميع اللوحات اللي ممكن تقابلها في سوق العمل. وهنوفر لك كمان فايل الكاد الخاص بالرسومات دي، بحيث انت تقدر تطلع عليهم وتشوف جميع الشوب دروينج الخاصه بالبانلز دي. لو حابب تعرف تفاصيل اكتر عن الدبلومه سيب كلمه دبلومه في الكومنت وهنتواصل معاك.